جربتوا قبل كده تعملوا البطاطس بالجمبري؟ تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. وصفة سهلة وبسيطة جدا ومعروفة قوي على فكرة، يعني طالعة ترند بقالها فترة. البطاطس بطعم الجمبري خطيرة فعلا، اللي هيدوقها هيحس انها فعلا بالجمبري. انا مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي دايما. تعالوا بينا نشوف العظمة دي بتتعمل ازاي. حلوة قوي على الفطار وعلى العشاء، وممكن كمان جنب اي حاجة في الغدا. المقادير بتاعتها بقى سهلة وبسيطة جدا. كوباية ونص من الدقيق الابيض، كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة برضو من الكركم وده مهم جدا، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وزيهم من البصل البودر والبابريكا والثوم البودرة، والملح بتاعنا نص معلقة صغيرة. وهنقلب المكونات الجافة دي مع بعض بالشكل ده. هنزل بكوباية بقى من المية بس بالتدريج، انا عايزة قوام زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي لحد ما يوصل معانا للقوام ده. اخدت معايا كوباية بالظبط. البطاطس غسلتها وقشرتها كويس جدا وقطعتها صوابع صغيرة قوي. تمام، حاولوا تقطعوها صغير على قد ما تقدروا. وهبتدي انزلها كلها في الخليط بالشكل ده، وابتدي ان انا اقلبها بالطريقة دي. عايزاها تتغلف كلها بالخليط اللي احنا عملناه. في زيت بقى يكون غزير وسخن جدا. هبتدي انزل بالبطاطس بتاعتي بالشكل ده. خلوا النار بعد كده وسط عشان تستوي كويس من جوه. لو لسه موجوده معايا لحد دلوقتي عرفيني وقوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني، وهل جربتي قبل كده البطاطس بالجمبري ولا لا. شايفين الطعام يا جماعه؟ هنطلعها بقى على مصفى عشان تصفي اي بقايا زيت فيها. حلوه بجد، طعمها فعلا يجنن وكريسبي وبتقرمش كده اخر حاجه. الناس اللي بيحبوا البطاطس زي حالتي كده هيدمنوا الوصفه دي بجد، لانها سهله وبسيطه جدا وفعلا طعمها مميز قوي. كنت مستغربه قوي ازاي بيسموها بطاطس بالجمبري وهي ما فيهاش اي حاجه في الجمبري خالص، بس فعلا لما دقت الطعم شبه الجمبري جدا كشكل او كمان كطعم. كريسبي جدا ومن جوه زي ما انتم شايفين، قلبها ابيض وطري وخطيره بجد. من احلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها. حلوه قوي 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 في الفطار او العشاء او حتى جنب اي حاجه جنب وجبه الغداء. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. شايفين الطعامه؟ القرمشه بقى ما اقولكوش، بصوا حاجه كده اخر لذاذه. بمكونات بسيطة جدا عملنا طبق حلو قوي مشهور جدا، تقريبا اغلب الناس عارفاه. جربوها ومنتظر رأيكم بإذن الله في الكومنتات. عملت معاكم وصفات كتير جدا للبطاطس، ضيفوا بقى ده للفايل بتاعها. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.